قالك العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. الاهلي بيقدر ان هو يحقق البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على اوراوا الياباني برباعية. وفاهمة ان كل جمهور الاهلي متضايق علشان كان نفسنا نوصل لحاجة اكبر من البرونزية، وكان نفسنا نلعب مباراة النهائي، ولكن خلاص مفيش حاجة في ايدينا نعملها، ولو ما كناش كسبنا البرونزية كنا هنزعل اكتر. كون ان احنا كان نفسنا نوصل للنهائي ما اقدرش اقلل من انه الاهلي قدر ان هو يكسب فريق اوراوا الياباني وياخد البرونزية. وبصراحة انا شايفة ان كولر عامل نسخة مميزة جدا من كاس العالم للأندية، ولو كنا سجلنا الفرص اللي عمالة تضيع كان الاهلي هيطلع بريكورد كويس جدا. فلو في حد هنشكره على البرونزية دي اول واحد هو كولر اللي بينزل كل مرة بشخصية الاهلي وبريتم الاهلي. اوقات كتير انت بتقعد تقول له يا كولر بلاش ضغط عالي، طب سيب لهم الاستحواذ، طب نلعب على جبهته، يقول لك لا هلعب ضغط عالي وهنزل بشخصيتي وهقدر ان انا احقق نتيجة. ساعات رهانه ما بيحصلش ان هو يكسب، بس ده مش بفضل فشل خطته بامانه، ده بفضل ان اللعيبه مش بتقدر تترجم الاهداف دي. كولر ساعات بياخد ريسكات بشكل كبير جدا، ولكن انا بشوف بصراحه ان ولا ماتش كولر اخد فيه الريسك وما قدرش بافكاره انه يصنع فرص، وده بالنسبه لي دور المدرب. فانا بالنسبه لي بصراحه شابوه كولر في كل المباريات اللي لعبها. تتفق او تختلف انه في الماتش بتاع فلومنسي كان لازم يغير بدري عشان هو كان لازم يحسب للياقه البدنيه، ولكن بقى كولر في ماتش اوراوا اتعلم بقى من الدرس. فتعالوا نتكلم سريعا كده عن لقطات من مباراه الاهلي واوراوا، وبعدين نرجع نتكلم عن مجمل الاهلي في كاس العالم للانديه. اول حاجه كان فكر كولر الضغط العالي. بص احنا اكتر من كوره بنعمل فيها ضغط عالي، مش بلاعب ولا اتنين، ده باكتر من 3 لاعبين، وبعض الاحيان بيكون بصوا هنا بيستنوا الكوره تيجي للمدافع وكوكا يبتدي يضغط. لو تفتكروا الكوره دي اللي ضغط فيها وامام عاشور ضغط وكانت الجون تصدى، كوبي بيست نفس الضغط، بس هنا المره دي كوكا قدر ان هو يضغط وبيديها التو في المساحات. فاكرين امبارح قلنا ايه؟ عندهم مشكله في التغطيه العكسيه، عندهم مشكله في العمق، فهي دي المساحات اللي لازم كنا نسدد. تاني حاجه فاكرين برضو اتكلمنا عنها ان كولر لازم يستغل التسديدات والكرات الثابته، وهو ده اللي عمله. الهدف الاولاني كان من ركنيه اتردد لهاني بتسديده مميزه جدا، وبعدين الفولو اب عليها من ياسر ابراهيم اللي كان لازم يستحق الهدف ده عشان يتوج اداؤه في ال3 مباريات اللي لعبها. طبعا ده الهدف اللي اتلغى بداعي التسلل، واللي كان نفسي برضو ان كوكا يجيبه. بص هي من ضربه ثابته قدر ان كوكا يخطف، لان احنا قلنا عندهم مشكله في الوقفه الدفاعيه في الركنيات والعرضيات، وقدر ان هو يثبت. الفكره الثالثه ان انت كنت بتستغل زي ما احنا اتكلمنا ان هم عندهم مشاكل في الارتداد الدفاعي ومشاكل كمان بص في التغطيه العكسيه. بص هنا رايح كام لاعب، هنا مروان عطيه هو اللي بيقطع الكوره بيديها لكهربا. كهربا هنا انا بالنسبه لي الزاويه مفتوحه، ممكن هو ما عندوش ثقه، عايز بقى اللعب الجماعي واخد حده قوي مش فاهمه ليه، وراح راجع واداها لتاو وضاع. فالاهلي طوال الشوط الاولاني قبل ما اوراوا يسجل كان مستحوذ على المباراه، اللهم اول 5 دقايق هنتكلم على المشاكل اللي فيهم. الاهلي كان بيلعب بالطول وبالعرض، بس كان ناقص كالعاده ايه؟ اللمسه الاخيره. ايه اللي فرق بقى الماتش ده عن ماتش فلومينينسي؟ ان الاهلي قدر يسجل الحمد لله ياسر ابراهيم، والهدف التاني لتاو. الاهلي بقى اسكت؟ لا ما اسكتش. انا لو كسبت كده سهل ما تحسوش في اي حاجه، لازم سسبنس، عارف ملك السسبنس هو ده الاهلي. فلازم اعمل خطأ دفاعي مش حلو ابدا، واتكلمنا عنه لو فاكرين، وادخل بقى اوراوا معايا الجيم عشان ما بقاش جيم سهل كده. اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، واكيد كولر عارفها، واي حد اتفرج عارف ان كانتي بينزل يهرب وبينزل ان هو يستلم وبيسدد. هنا بقى فين الرقابه من ال3 بتوع خط النص؟ مين مكمل معاه؟ لا ده بص المساحه جاب واسعه يا حبيبي، استلم براحتك ورقص براحتك وشوط براحتك. هي نفس لحظه السرحان. بصوا لو تشوف في اول المباراه برضو ثلاثي خط الوسط كان عامل اداء هايل جدا، بس بص لحظه واحده بتفرق، برضو سايبين له المساحه محدش بيضغط عليه. هنا الحمد لله ياسر ابراهيم حط بس رجله فالراجل راح مطلعها بره. الكوره الثانيه طبعا كنا شفنا ضربه الجزاء بتاعه محمد هاني، وابتدى اوراوا يبقى عنده هجمات خطيره جدا
من بعد ما انت كنت مسيطر على المباراه واي حد كان بيتفرج كان بيقول خلاص الاهلي كسب، ده احنا هنجيب الثالث والرابع، بقينا قلقانين حاطين ايدينا على قلبنا 2-2 هنعمل ايه؟ الحمد لله ان كولر المره دي تدارك ان اللياقه البدنيه ابتدى الكيرف ينزل، فبالنسبه لي نزل اهم حد هو كريم فؤاد وظاهر. كريم فؤاد هو اللي كان الرئه اللي ادت الاهلي متنفس. خد بالك هو عمل الفاول اللي معلول جاب منه الكوره اللي كان كوكا ممكن يسجل منها، هو اللي عامل ضربة الجزاء اللي علي معلول ضيعها. يعني لازم يبقى في حد تاني، انا بحب علي معلول جدا جدا، بس لازم يبقى في حد تاني بيشوط ضربات الجزاء. وارد ان اي حد يضيع ضربات جزاء، هي في الاخر ضربات حظ، بس انا بالنسبه لي معلول كان داخل ليها حاسه مش واثق، لحد الحمد لله من امام عاشور بلونج باص بتفوت من المدافع وبتنزل لعلي معلول بيشوطها بتخبط في المدافع وتخش وبنجيب الهدف التاني. اما الهدف الرابع ده هو تتويج بالنسبه لي لعلي معلول، هو ربنا حب يكافئه لو انت ضيعت ضربه الجزاء، بس انت عامل بطوله مميزه جدا فانا مش هزعلك، هتجيب ضربه ثابته عالميه يعني تحفه. الماتش خلص وانبسطنا واحتفلنا ومبسوطين. فمين بقى برأيكم هم افضل 3 لاعبين قدموا اداء كويس جدا مع الاهلي في البطولة دي؟ اما السلبيات اللي محتاج كولر يشتغل عليها، لان ده انجح وقت تتكلم فيه وانت كسبان، هو محتاج يشتغل على اللياقه البدنيه، ازاي هيقسم الجهد طوال المباراه، الفرص الضائعه ثم الفرص الضائعه ثم الفرص الضائعه كمان مره الفرص الضائعه، اللمسه الاخيره كمان اللي بتكون عند لعيبه الاهلي واللي قبل الاخيره، اللي هو ساعات انت مش بتكون شايف الملعب اصلا كويس، لو مثلا كوره زي اللي تاو مثلا اديها اهو لحسين الشحات، لا اقرر ان اكمل بيها. واخر واهم حاجه هو التركيز بتاع لعيبه الاهلي، لانه ساعات بيحصل سرحان في الدفاع متبقاش فاهمه، زي الركنيه دي. بص قبل الماتش كلنا عارفين ان هم بيلعبوا للركنيه المهاجم، بيكون هو هنا وبيسبق الناس وبيجري ويبص في المساحه الفاضيه، الحمد لله ان هي قلشت منه. فده اللي الاهلي لازم يركز عليه، التفاصيل الصغيره اللي بتحصل. ساعات بتبقى عامل منظومه دفاعيه كويسه جدا بتنهار بقى في الشوط الثاني باخطاء دفاعيه ساذجه جدا، فالاهلي لازم يشتغل على الاخطاء دي. احنا طبعا خلاص يومين وهنلعب في السوبر المصري، وده طبعا قدر الاهلي، احنا بنخرج من بطوله بنخش على بطوله. مجملا بقى انا بشكر كولر على النسخه دي بكل حاجه فيها، كان نفسي احقق فيها مركز افضل، بس انا بشكر كولر وبشكر اختياره لخط النص، سواء بقى كوكا ومروان عطيه وامام عاشور. مروان عطيه اللي رجع لي نسخه مروان عطيه الموسم اللي فات، اولا بيكمل على الكوره الثانيه، بيقطع الكور بشكل مميز. الماتش اللي فات ده كان بياخد هو اول ما الكوره تبتدي في خط النص يقطعها ويعمل لك هو تحول هجومي. كوكا ثم كوكا ثم كوكا، اختيار كولر اللي نجح انه يلعب 6 هايل جدا في ماتش الاتحاد، والماتش بتاع امبارح هو كان بيلعب 8 مميز جدا وكان بيعمل ضغط عالي. بس الميزه بقى ايه اللي مختلف من كوكا عن ديانج؟ الاتنين بيعملوا ضغط، التحول والباصه بتاعت كوكا، هو مش بيضغط وبعدين يباصي لاي حد فما تروحش لاي حد، لا هو بيضغط وعارف هيباصي لمين. السكان بتاعه اللي بيعمله للملعب كمان هايل جدا. كوكا ناقصه بس يقلل الميس باص في بعض الاحيان، هو لسه لاعب صغير هيبقى مستقبل كبير جدا للمنتخب والاهلي. امام عاشور هايل طبعا ودريبلينج، والاهلي كان بيلعب بلا مركزيه ما بينه هو وهاني وتاو، بتلاقي واحد بيخش في العمق والتاني هو اللي بيبقى على الطرف والتاني في البوك، بس لسه امام عاشور بيبقى عنده ساعات ميس باص كتير، استعجال كتير، كوره بيحب يحس ان هو ايه كوره جماليه فبيفضل يرقص 1 2 3 4 مفيش حاجه، فمحتاج ان هو يشتغل على النقطه دي، وده اللي عمله في المباراه اللي فاتت، عشان كده خد نجم المباراه. انا بالنسبه لي نجم البطوله هو الشناوي، دخل فيه اهداف ما دخلش، الشناوي بجد اللي اتفرج على المباراه هيعرف هو قد ايه كان حصن منيع، دايما كان واقف وبيصد ضربات جزاء، بيصد كرات خطر جدا، في اوقات كانت حاسمه جدا حسمت المباراه لصالحه. منعم طبعا بيقدم مستوى هايل، ولكن ياسر ابراهيم كان مفاجاه، انه غير ان هو طبعا راجل وبيديك اقصى ما عندك، كان هايل. هاني ومعلول برغم الاخطاء الصغيره، بس طبعا هاني المونديالي مش هنتكلم عنه، معلول اللي قدم بطوله كبيره جدا وبيقول لهم انا معلول يا جماعه ده ادائي. كنتاو وحسين الشحات وكهربا كانوا بيقدموا مباريات حلوه جدا، مباراه واقع فيها شويه. وفي النهايه طبعا مش هنقعد نقول المهاجم يا خطيب المهاجم يا خطيب، لانه انت محتاج فرود، عشان احنا تعبنا من كتر ما بنقول عايزين مهاجم، والاهلي لو كان معاه مهاجم المره دي وكان مهاجم بعد كده كان هيفرق معاه بشكل كبير.